السلام عليكم. النهاردة هناخده بنطلون الأطفال. هناخده ايه بقى المقاسات المطلوبة؟ هناخده دوران الوسط. هناخده دوران الوسط طلع 44. هنقسموها على 4 فيها 11 زائد 4 يبقى فيها ايه 15. يبقى عرض الباترون عندنا 15. هنيجوا نشوفوا حردة الحجر الأمامية. هناخده نفس ال15 هنقسموها على 4 يبقى فيها ايه نقول 4. هنشيله منها 2 يبقى 2. حردة الحجر الخلفية هناخده برضو ال15 على 4 يبقى فيها 4 زائد 1 5. هنقول طول الحجر 20 سنتي. 20 سنتي ده لغاية سنة، يعني 20 سنتي من البيبي لغاية سنة. هنبدأوا ننفذه مع بعض دلوقتي التقسيمة اللي احنا عملناها دي. هنقول فرضا ان احنا هناخده ال15 عشان احنا بنمثل على حاجات صغننة، وهناخده طول البنطلون اللي احنا عايزينه. قلنا طول الحجر عندنا كام؟ 20 سنتي. وهنطلع 2 سنتي. هنطلع تاني 2 سنتي عشان نعمله نعمله الحد. بعد كده هنوصلوه بطول البنطلون كده ده الأمامي. هنعمل دلوقتي الخلفي. معلش أنا كبرت. وهننزل بالطول اللي احنا عايزينه. هننزل بطول الحجر. قلنا هنطلع كام؟ قلنا هنطلع 5 سنتي. هنعمل دوران الحجر اهو، وهنوصله بطول البنطلون. في حاجة بقى، البنطلون الخلفي كرسي الباترون بتاعه هنطلع من ناحية الحردة 5 سنتي لفوق، عشان احنا لازم البنطلون الخلفي بيبقى أطول من الأمامي. ونروح موصلينه كده أنا عشان ما اطولش عليكم أنا مجهزة الباترونات. هنبدأوا نقصهم. احنا هنعمل الموديل ده. هنجيب القماش ونتنيه على 2 وهنحط هنحط الخلفي اهو وهندبسه. هنحط الأمامي كمان وندبسه. وهنيجوا نقسمه بالماركة بقى على الباترون نفسه. هنيجوا نرسمه الباترون نفسه بالماركة اهو. كده هنيجوا بقى نقصه على بعض كده من تحت على بعض 5 سنتي علشان
علشان الأستك هيتركب فيه أستك. علشان المقص ده هو مفروض بيبقى ايه، بيعوض عن الأوفر، لكن الزهر عايز يتسنى شوية كده. وهنسيب 2 سنتي كده من الجنب. من كل جنب هنسيبه 2 سنتي. من فوق هنسيبه سنتي. بعد كده هنيجي نعلمه على الناحية التانية الكربون. دلوقتي احنا قصينا خلفي وأمامي، هناخده فردة من الخلفي مع فردة من الأمامي وهنركبه. بص هنخيطه ازاي بقى. هنقفل الحجر كده من هنا، وهنقفل الجنب منين، من هنا. هنقفل من هنا من عند الحجر من هنا، وهنقفل الجنب من هنا. هقفلهم وارجع لكم تاني. احنا دلوقتي خدنا فردة من الخلفي مع فردة من الأمامي، قفلناهم بالطول من الجنب كده، وقفلنا من عند الحجر لغاية الآخر. هنيجوا نروحوا جايبينهم على الوش، نجيبوهم على الوش كده. نجيبوهم على الوش اهو، وهنيجوا نحط الحجر على الحجر، الحجر على الحجر اهو. حتى ممكن نشبكوهم بدبوس عشان ما يمشيش مننا اهو. وهنيجي بقى ايه، نحط الحجر على الحجر كده، وهنيجوا نقفلوهم داير ما يكون اهو. هنيجوا نقفلوهم اهو، الحجر على الحجر اهو. اهو. اهو البنطلون اهو، ماشي اهو. بعد كده هنيجوا نتنوا الديل على جوه وهندككوا الاستك اهو. نتنوا الديل على جوه وندككوا الاستك اهو. ومن فوق برضو هنتنوع، هنركب قمر. هنقيس طبعا الوسط كده داير ما يدور، وهنركب قمر حوالي 7-8 سنتي.
وهيتدكك برضو من الأستيك. ولو حبينا نعمله بقى جيب صغنن كده للبيبي، نعمله جيب صغنن كده. يا رب يكون الشرح كده كان بسيط وفهمته مني. ولو في أي سؤال أو حاجة اكتبولي في الكومنتات، وإن شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.